وجاي يطلب صوته يقول له شو عملتوا وين بكيتوا خلال 20 سنة الأخيرة. في ناس جاي يطلبوا صوتكم غايبين عن البلد وغايبين عن همومها وغايبين عن الانشغال في قضاياكم 20 سنة. وفي ناس موجودين على الطاولة اليوم قدامكم صار لهم 20 سنة بيرمحوا مشانكم. هاي المعادلة. أنا بقول إحنا كنا موجودين في فترة من المراحل في المعارضة، وإحنا أثبتنا إنه عضو في المعارضة بإمكانه إنه يأثر على قرارات البلدية ويأثر على كثير من الأمور ويمنع تدهور الأمور لصالح الشباب والناس وأهالي الطيرة. وغيرنا قاعد في المعارضة سنوات لم يحرك ساكن. لازم ينسال هذا السؤال لهذول الناس، وين بكيتوا؟ وكنا 5 سنين في إدارة بلدية وحكى أبو طارق عن العديد من المشاريع، وكنا كلياتنا جزء من هذا المشروع الكبير، الحفاظ على الطيري وإنقاذ الطيري. وإذا كانت ال5 سنين الأخيرة هي من أجل إنقاذ واستقرار الطيري، أنا بقول لكم ال5 سنوات الجاي هي مرحلة المشاريع الكبيرة، المشاريع اللي راح ترجع لكل واحد فيكم بالخير وراح ترجع لكل واحد فيكم بالعمل، وتلاقوا المحلات اللي تشتغلوا فيها وتسلوا فيها، والمحلات اللي تتعلموا فيها، والمحلات اللي تبنوا فيها. أنا بدعوكم كرئيس قائمة الجبهة التصويت للجبهة، لأنه الجبهة هي جزء من التحالف من أجل الطيري برئاسة المحامي مامون عبد الحي، ولأن الجبهة وبالذات الجبهة هي ورشة عمل خلال كل أيام السنة وخلال كل السنوات الأخيرة. الجبهة تفتخر بأنه في بينها كادر شبابي وشابات يعمل دائما، مش في شهر المرحبا، مش قبل الانتخابات، إلا في كل يوم وعلى طيلة أيام السنة عم بنفتش وبندور كيف ممكن نخدم ونحسن من الأعمال والنشاطات والفعاليات الثقافية والتربوية والتعليمية. أكثر من هيك، الجبهة خلال ال3 سنوات الأخيرة بادرت لإقامة صندوق النور لمنح للدعم التعليمي العالي. خلال ال3 سنوات الأخيرة 100 طالب جامعي استطاعوا أن يعملوا من خلال تطوع اسبوعي 6 ساعات اسبوعية، ومقابل هذا التطوع مقابل هذا الانتماء والعطاء لبلدهم كل طالب اخذ منحة من اجل مساعدة وتمويل في العمل الجامعي. وسنستمر هذه مسيرة الانتماء والعطاء مستمرة الى جانب العديد من المشاريع. نحن نقول الجبهة تستحق ايها الشباب والشابات دعمكم، اعطونا ثقتكم، نعطيكم التضحيات. كلنا مأمون عبد الحي، كلنا جبهة، كلنا التحالف من أجل الطيرة.